من حفر حفرة لأخيه المسلم وقع فيها. وهذا الشيء اللي وقع لعائشة مسكينة. هي ملي تقترح عليها الزواج توكلات وفوضات أمرها لله عز وجل، وكانت النية ديالها صافية، ولكن هاد الزوج كانت نيتهم الغدر، وهذه هي النهاية ديال كل غدار وكل خائن. أعزائي الكرام، سلام الله عليكم جميعا. اليوم غنسرد لكم أحداث ووقائع قصة واقعية، وصراحة هاد القصة غادا تقيس بزاف ديال الأحاسيس من بزاف ديال الناس فيكم، لأنني شخصيا قاستني في الجانب الإيماني ديالي، في الجانب ديال حق التوكل على الله، اعتبارا لقوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبلا ما نزيد نطول عليكم، ونبداو على بركة الله في سرد قصة اليوم. القصة ديال اليوم دازت الأطوار ديالها في أواخر القرن الماضي، مع واحد الشاب في مقتبل العمر اللي كان كيسكن في واحد البادية في النواحي ديال الدار البيضاء. وهاد الشاب كان لازم عليه أنه يمشي للمدينة كيف ما كانوا كيديروا بزاف ديال الشباب باش يقلبوا على خدمة ويقلبوا على المستقبل ديالهم. المهم هاد الشاب توجه لمدينة الدار البيضاء باش يقلب على خدمة، وفعلا غادي يخدم في واحد المعمل ديال الصابون، واللي كان الباترون ديال المعمل هو من جنسية فرنسية. المهم هاد الشاب كان الاسم ديالو عمر، وكان واحد الشاب اللي هو جدي معقول ومتفاني في العمل ديالو، وهذا الشيء اللي خلى الباترون ديالو يعجبو ويدير فيه الثقة مع الوقت. وهذا الباترون اللي كان كبير في السن وكان من عائلة لاباس عليها ومشهورة في ذاك الوقت، وكان اقترح على عمر باش انه يخدم غير شي سويعات قلال عنده في المعمل، ويستغل السويعات الاخرين ويمشي يقرا ويدير محو الاميه باش يقرا ويتعلم. وفعلا هادشي اللي كان. عمر مشى ودوز واحد الشهور وهو كيقرا وكيتعلم وكيدير محو الاميه، وفي الاخير ولا حتى هو كيقرا ويكتب. وهنا غادي يكلفو الباترون ديالو باش انه يسير ليه المعمل ديال الصابون، حيت ولا دايرو بحال ولدو وكيتيق فيه بزاف. فعلا عمر تكلف بهاد المهمة جديدة، وزاد ليه في الصالير وتحسنات الأوضاع ديالو كتر، وتزوج عمر وبقى غادي في العمل ديالو بخير وعلى خير. ومع مرور الوقت غادي يتزاد عنده واحد الوليد واللي سماه فاروق على سمية بوه. وهادشي اللي عطاه دفعة كبيرة باش انه يزيد يجتهد في العمل ديالو باش يتهلا في ولدو ويكبرو ويقريه، حيت كان كيتمنى يشوف فيه داكشي اللي ما شافوش في راسو، وكيتمنى ليه واحد الوضع اللي يكون حسن، يعني ما يدوش داكشي اللي دوزو وهو صغير، حيت فعلا كانت واحد الطفولة اللي هي صعيبة بزاف وكانت غير في البادية. وملي كيتفكر عمر هادشي كيحمد الله وكيشكرو على النعمة اللي نعم عليه بها، وكيشكر حتى الباترون اللي دار فيه الثقة وعطاه هذيك المكانة كاملة. المهم عمر والزوجة ديالو كانوا كيتهلاو بزاف في ولدهم فاروق، واكتشفوا بان ولدهم فاروق ذكي بزاف، لانه الدري وصل 3 سنين وتبارك الله عليه كيعرف الحروف الفرنسيه كاملين، كيعرف الحروف ديال العربيه. والمعلمين ديالو لقاو عنده واحد الذاكره قويه حيت الدري كيحفظ دغيا. ولما وصل 4 سنين قرروا المعلمين ديالو انهم يدوزوه القسم الثاني ابتدائي، لانه كان واحد التلميذ استثنائي وكان كيسمع غير الدرس ديالو مره واحده وكيحفظوه عن ظهر قلب. ولما ولات عنده 8 سنين الاساتذه ديالو داروا اجتماع وشافوا بان فاروق يستحق انهم ينقلوا مباشره للاعدادي. وبقات الامور غادا هكا حتى وصل الفاروق للسن ديال 16 سنه، وقدر ياخذ البكالوريا ديالو في التخصص العلمي بواحد النقطه اللي هي مميزه بزاف. ولكن واخا التفوق ديال هاد فاروق كانت فيه واحد الحاجه خايبه بزاف، هي انه كان مغرور وكان كيتكبر على الزملاء والزميلات ديالو، وكان كيقول عليهم على انهم مكلخين وبانه هو ذكي وواعر. وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يبعدوا عليه وما بقاوش يهضروا معاه. المهم فاروق غادي يلتحق بكلية الطب، لان بوه عمر كان كيتمناه يشوفه طبيب. لكن واخا غادي يلتحق بهذه الكلية مازال باقي فيه الغرور والتكبر اللي كيخلي الزملاء ديالو يبعدوا عليه، وحتى الاساتذه ولاو كيتشكاو منه بزاف رغم انه كان متفوق في الدراسه ديالو. ومع المده هادشي غادي ينعكس عليه سلبا، لان هاد الغرور والتكبر غادي ينعكس عليه بشكل سلبي في الدراسه ديالو. واخا خدا الشهاده الجامعيه ديال الطب الا انه هاد المره ما خداهاش بواحد النقطه زوينه واللي ما اهلاتوش باش انه يدير واحد التخصص اللي كان باغيه. وبدا كيحس في هاد الفتره هادي بانه بدا كيدفع الثمن ديال السلوك ديالو اللي كان خايب تجاه الاساتذه ديالو وحتى الزملاء ديالو، وما كان قدامه غير انه يختار التخصص ديال الامراض العقليه. وغادي يكذب على الوالد ديالو اللي كان مريض في ديك الساعه وكان شاد الفراش، وقال ليه بانه هو اللي اختار التخصص ديال الامراض العقليه. وغادي نشير بان هنا فاروق الام ديالو راه كانت ماتت هنايا ب4 سنين قبل،
ويمكن الموت ديالها كان ليه تأثير كبير على فاروق. المهم غادي يبدا في التخصص الجديد ديالو، وملي غادي يقرب يتخرج هنا غادي يموت الاب ديالو عمر، ومن وراه مباشره غادي يموت الباترون ديال المعمل الفرنسي، وبقى فاروق بوحدو هو اختو اللي اختارت انها تعيش في فرنسا مع الزوج ديالها. ولكن هنا فاروق من بعد التخرج ديالو غيحس براسو انه تالف، لانه ولا بدون عائله، ولا غير بوحدو. وهنا بدا كيفكر فاروق شنو غادي يدير، وبالتالي قرر انه يتزوج. لكن اي بنت كيتقرب منها كترفضو بسبب داك الغرور اللي مازال فيه. مهم مشات ايام وجات ايام، وفي واحد النهار كان عنده واحد العرض على كيفاش كتكون الشخصيه ديال الطفل في واحد البلاصه. وكانت واحد الشابه من بين هاد الناس اللي حاضرين لهاد الندوه هادي، واخا ما كانتش هاد البنت الهم ديالها هي انها تستافد من هاد المحاضره هادي، كانت باغا غير شي طريقه باش انها تتعرف على الطبيب فاروق، اللي واخا كان مغرور ولسانو سليط مع الاساتذه كان زوين في الشكل ديالو وكان وسيم. وفاش سال العرض مشات عنده هاد البنت وشكراتو على هاد العرض اللي قدم، وقالت ليه تبارك الله عليك واستفدنا منك بزاف، وكنتمنى انك ديما تبقى دير لنا العروض لان الطريقه ديالك ديال الشرح كانت زوينه بزاف. المهم بقات كتدي وتجي معاه في الهضره، وطريقه الهضره ديالها خلات فاروق انه يلتفت ليها وتعجبو هاد البنت هادي، وهادشي اللي غادي يخليهم يتعرفوا اكثر ويقربوا من بعضياتهم اكثر. وهاد البنت كانت سميتها مريم العمراني، وكانت قالت لفاروق بانها بنت عائله كبيره اللي ورثات من الاب ديالها واحد الثروه اللي هي كبيره بزاف، وكانت الامنيه ديالها هي انها تتلاقى مع شي واحد بحال فاروق، شي واحد اللي مثقف وما كانتش زوينه في المجتمع ولا باس عليه. وهادشي اللي وقع. مريم العمراني تزوجات بالطبيب فاروق السعيد، وكانت مريم واحد البنت اللي هي رشيقه ومتوله وكتلبس مزيان، وهادشي اللي ما خلاش فاروق انه يعرف بان هاد البنت مريم كبر منه ب10 سنين، حتى تقرب ليها بزاف وولفها. ما علينا. مريم عاونت فاروق في بزاف ديال الحوايج كان كيحلم بيها، فتحات ليه عياده طبيه متخصصه في الامراض العقليه، واقترحت عليه بانها ديرها ليه في مدينه فاس، باش هكا تبعدوا على المحيط ديالو في الدار البيضاء وتبعدوا على اي وحده كان كيعرفها من قبل في الدار البيضاء. وهادشي اللي كان. انتقلوا لفاس وفتحوا العياده ديالو، وفي 3 سنين الاولى ولا مشهور بزاف، ولاو الكليان ديالو ما كيتقاداوش، لدرجه انه ولاو كيجيو عنده كليان من مدن اخرين من غير فاس، حتى ولا اشهر طبيب في الامراض العقليه في ذاك الوقت. لكن واخا دازت بزاف ديال السنوات فاروق ما تبدلش، بقى فيه الانانيه والغرور اللي كانوا فيه، ولا كيتعامل معامله خايبه مع الناس اللي كيجيو لعندو، لدرجه انه ولا كيخرج الاسرار ديال المرضى ديالو وكيعاودهم لناس وحدين اخرين، وتفضح وعاقوا به، وهنا غادي يبداو عنده المشاكل. المهم داز ايام، ومن بعد غادي يعرف بان مرته مريم غيعرف عليها حاجه اخرى، غيعرف عليها بانها عاقره وما كتولدش، وما غاديش يتقبل هادشي، خصوصا ملي تفكر بواه قبل ما يموت كان كيوصيه وكيقول ليه تزوج ودير وليدات باش يكونوا الخلف ديالك من بعد ما تموت. وهنا غادا تولي عنده مشكله مع مراته مريم، حيت فاروق كان باغي الولاد، ومريم كانت ديما كتقترح عليه باش انهم يشوفوا شي وليد ويربيوه، يعني يمشيو لشي خيريه ويشوفوا شي وليد ويربيوه بجوج. لكن فاروق كان كيرفض وما كيتقبلش هاد الفكره هادي. وهنا بدات مريم كيطيحوا لها افكار بان راجلها فاروق يقدر يتزوج في اي لحظه بمراه اخرى باش يدير معها الاولاد وتديه ليها، وهي تجيها واحد الفكره باش انها راجلها يبقى لها بوحدها وما تديه منها حتى شي وحده. تفكرات واحد البنت كانت تلاقاتها في شفشاون، وكانت هاد البنت الخدمه ديالها هي الاستقبال في واحد لوطيل، وهاد صاحبتها هادي هي واحد البنت فقيره من اسره فقيره ويتيمه ما عندها لا باها لا امها. فكرات هنايا باش انها تخطبها وتزوجها لراجلها فاروق، لكن كانت النيه ديالها هي انها من بعد ما غتولد ليه شي وليد هاد صاحبتها غادا تفكر في شي طريقه باش انها تخلص منها. وفكرات مريم في هاد الخطه مزيان عاد باش اقترحتها لراجلها، وقالت ليه بانها غادا تزوجو على ايديها، وفاروق وافق، لكن شرط على مريم بان هاد صاحبتها هادي خاصها تكون حتى هي عندها حق من الجمال باش حتى الولاد ديالو يطلعوا زوينين. وقالها وهو كيضحك. لغد ليه مريم شدت طريقها لشفشاون ووصلت لهداك الفندق المعلوم اللي كانت خدامه فيه هاد البنت، واللي كان الاسم ديالها عائشه المرشان. تلاقات بها وقالت لها بلي راها عجباتها من اول مره تلاقاو فيها، داكشي علاش بغاتها تزوج بخوها فاروق اللي هو طبيب ومشهور في فاس وعنده عياده ديال الامراض العقليه، وبحكم الخدمه ديالو ما عندوش الوقت، داكشي علاش كلفها هي باش انها تقلب على شي بنت الناس يتزوج بها. وبقات عائشه كتفكر،
وكتقول مع راسها انا بنتي يتيمه وما فحاليش، علاش ما عطيش فرصه لراسي ونتزوج؟ وربما هاد السيد اللي غنتزوج به يكون فيه الخير ويعمر عليا هاد الوحدانيه اللي انا كنعيشها. المهم عائشه توكلات وفوضت امرها لله عز وجل. ومن بعد ما سالاو هضرتهم، مريم قالت لعائشه باللي دابا غادا تمشي ترجع لفاس، ومن هنا سيمانه غادا تجي هي وخوها فاروق باش يتعرف عليها مباشره. وبقاو كيدوزو الايام عند عائشه بحال الشهوره. وفعلا دازت سيمانه وهي ترجع مريم مع راجلها فاروق الشفشاون، مع العلم انها اتفقات هي وفاروق من قبل على واحد الخطه باش يوهموا عائشه بانها هي اختو وهو خوها، يعني بانهم ما مزوجينش. وهو بطبيعه الحال كان موافق من الاول لانه كان الهم ديالو غير الولاد. المهم وصلوا للفندق اللي في شفشاون وتلاقاو مع عائشه، وشافها فاروق وعجباتو بزاف، خصوصا انها كانت حشوميه وخدودها كانوا حمرين بزاف وهي كتحشم. والاشاره باللي فاروق ومريم كانوا متفقين عاوتاني على حاجه اخرى، هي انه من بعد ما غادي يتزوج فاروق وعائشه كان غادي يسكنها في طنجه، بالرغم انه خدام في مدينه فاس. والمبرر اللي غادي يقول ليها بانه مدينه فاس ما كتعجبوش وهو عزيز عليه شي مدينه يكون فيها البحر باش هكا يكون مرتاح نفسيا، وعليها اختار طنجه، وخصوصا انها قريبه لاوروبا باش حتى الا بغاو يسافروا ما غاداش تكون واحد المسافه اللي هي بعيده بزاف. وفعلا عائشه وافقات بكل سهوله، ومريم كانت عارفه بان هاد الخطه في مصلحتها هي، لان راجلها فاروق غادي يخدم في مدينه فاس سيمانه كامله، يعني غيدوز معاه السيمانه كامله، وهذاك الويكاند غادي يبقى يطلع لطنجه عند مراته الثانيه اللي هي عائشه. المهم ملي اتفقوا، مريم هنايا غادا تطلع لطنجه وغادا تكري واحد الشقه اللي هي مفرشه وما بعيداش على البحر بزاف. وما دازت حتى 3 سيمانات حتى غادي يتزوج فاروق السعيد بعائشه مرشان، وجابها لطنجه ورجع لفاس يخدم. وكان كيسحاب ليها بان هاد الشقه هادي راه ديال فاروق وماشي مكريه. المهم عائشه كانت كتبقى السيمانه كامله بوحدها في طنجه حتى الويكاند عاد باش كيجي عندها راجلها فاروق. ومريم كانت كتصبر وكتصبر راسها لان كانت حاطه في بالها الجزء الثاني من الخطه. المهم بقات الامور هكا ودازت 5 شهور، وجا النهار اللي حملات فيه عائشه. وهاد السيده عائشه كانت متخلقه بزاف وبنت الناس وظريفه، وخلات راجلها فاروق يتعلق بها. اما مريم كان كل مره كيخليها فاروق وكيمشي لعند عائشه كانت كتشدها الغيره وكتزيد تحقد على عائشه. واخا فاروق كان كيشوف ان مريم عندها واحد الفضل كبير حيت عاوناتو باش انه يولي اب، وواخا كان مازال فيه التكبر والغرور ولسانو سليط. وكانوا بزاف ديال الناس عاوتاني كيتابعوا قضائيا على قبل دوك الاسرار اللي قلنا قبيله كيخرج. ومريم كانت عارفه هذا الشيء كامل، حتى لواحد النهار مريم غتشوف واحد الدعوه ديال واحد السيده، واحد الدعوه قضائيه ديال واحد السيده كانت كتعالج عند فاروق. واكتشفت مريم بان بسبب هاد الدعوه ديال هاد السيده هادي تقدر تصيفط فاروق للحبس. وفكرت بانه فاروق حسن ليه يخرج من المغرب قبل ما يتشد في الحبس، وحتى العياده حتى هي ولات عندها واحد السمعه خايبه عند كل شيء. المهم دازت الايام رجعوا لعائشه. عائشه كانت قريبه تولد، ومريم كانت دايره في بالها باش غير عائشه تولد كانت ناويه انها تاخذ ليها وتتخلص منها، ولو تفكر بانها تقتلها في مره. المهم تخلص منها، وديك الساعه تقدر تهرب هي وراجلها فاروق والوليد ديالهم ويمشيو لكندا ويبداو الحياه ديالهم تما من جديد. وكيف ما قلنا بان فاروق كان مهدد بالحبس لانه كان كيفضح الاسرار ديال المرضى ديالو، ومريم استغلت هذا الشيء لصالحها هي، وبقات بيه كتضغط على فاروق لدرجه ولات انها كتقترح ليه اي حاجه فاروق كيقبلها وما كيرفضش. ما علينا. عائشه ولدات واحد الوليد وسماه فاروق عمر على سميت باه اللي مات الله يرحمه. وهنا فاروق تبدلات في عيني الحياه، ولات الحياه عنده واحد الحلاوه في شي شكل، وزاد تعلق بعائشه اكثر واكثر. وفي الجهه اخرى مريم كانت كتقاد وكتوجد الفيزا ديالهم لكندا هي وفاروق والوليد. ومن بعد ايام قليله غادا تجاوبها القنصليه وغادي يوافقوا على الطلب ديال مريم. واما عائشه فهي طلبات من فاروق باش يديروا لولدهم السبوع في مدينه شفشاون، وفاروق وافق وقال بلي غيدير اسبوع زوين في شفشاون في احسن فندق تما، حيت كان فرحان بزاف بولدو عمر. واخا مريم كانت خايفه من هذا الشيء لان كانت خايفه من عائشه باش تدي لها راجلها فاروق بمره. المهم داز اسبوع، من بعد اسبوع عائشه غتطلب من فاروق باش انها ترجع هي وولدها ويعيشوا معاه في مدينه فاس ما يبقاوش في طنجه. المهم هنايا فاروق تا هو تعلق بالولد ديالو
غادي يقبل وغادي يقترح على مريم، غيتشاور معاها باش ان هذيك عائشه تكون معاهم مجموعين في فاس. ومريم باش تبقى ضامنه راجلها فاروق وما يبعدش عليها وما يفكرش انه يمشي لطنجة عند مرتو بمره، قالت لي صافي ماشي مشكل تكون معنا. المهم عاشوا مجموعين في مدينه فاس. وهنايا مريم بدات كتفكر باي طريقه باش انها تخلص من عائشه وبدات كتقترح على فاروق. المهم مريم كانت في اي لحظه باغا دير العمليه ديالها ودبرت في واحد السم، ولكن فاروق كان متردد لان عائشه بالنسبه ليه ولات شي حاجه اكثر من مريم، ومبغاش يبين هادشي لمريم لانه عارفها غتقدر تصيفطو في اي لحظه للحبس بهذوك الدواسه اللي عارفه عليه. هو كان كيسايس مع مريم وكان حاضي معاها على قول باش ما تاديش ليه مرتو عائشه موت ولده. المهم فاروق عيا ما يحضر من مريم باش ما تاديش عائشه. في واحد النهار حتى صدمته عائشه، قالت لي شوف هاي القرعه ديال السم راه دبرت فيها، دابا خاصنا ننفذوا العمليه ديالنا لاننا خاصنا نمشيو في اقرب وقت لكندا. هنايا فاروق قال لها صافي عطيني ديك القريعه انا غنتكلف. خدا من عندها ديك القريعه ديال السم، مشى غادي خويا في القادوس اعزكم الله، وغادي يعاود يعمرها بواحد السائل اللي هو منوم. ما علينا. المهم عائشه في هذوك الايام كانت مشغوله بزاف مع الابن ديالها لانه كان مازال رضيع. وهنايا في واحد الليله من بعد ما غادي يتعشاو، مريم غتقول لعائشه انا غنوض عمر واحد البراد ديال اتاي. المهم مريم مشات للكوزينه وبدات كتوجد الكيسان والبراد وبدات كتعمر الماء وردات يطيب على قبل اتاي. هنا غادي يتبعها فاروق لانه ما كانش شيق فيها وكان خايف انها دير شي حاجه لمراته عائشه وتقضي عليها في ديك اللحظه. كيف قلنا هو تعلق بها وما بغاش شي حاجه اللي تقيسها وتاذيها. غادي يتبعها للكوزينه وغايدير راسو بانه كيعاونها وغايبدا يدير الاوراق ديال النعناع في البراد. هنايا مريم غادا تجبد واحد القريعه ديال السم وغتحطها تما وغادا تقول ليه هذه هي الفرصه باش اننا نتخلصوا منها دابا. هو غادي يفكر باي طريقه باش انه يصيفط مريم لعند عائشه ويبقى بوحدو في الكوزينه. المهم قدر انه يقنعها باش تمشي ترتاح وهو غادي يوجد وهو غينفذ العمليه. المهم عمر اتاي غيحيد ديك القرعه ديال السم وغادي يجبد القريعه ديالو اللي فيها المنوم. يعني ديجا هو بدل داك السم بدلو بواحد المنوم، وهذاك المنوم غيكبو في واحد الكاس وجوج كيسان الاخرين غيكونوا عاديين فيهم والو. من بعد غيمشي يقدم اتاي لعائشه ومريم ثلاثه ديال الكيسان، واحد فيه المنوم وجوج عاديين. الكاس الاول غيعطيه لمرتو عائشه موت ولدو ما فيه والو. الكاس الثاني المعلوم اللي فيه المنوم غادي يعطيه لمراتو مريم وهو غياخذ الكاس الثالث. المهم غيشربوا اتاي. مريم غيبداو يبانوا فيها العلامات ديال النعاس وغيشدها النعاس وغادا تنعس. ديك اللحظه فاروق غادي يقول لعائشه دابا غادا تجمع حوايجك، دابا غادي نمشيو نسافروا لكندا. وهو ديجا مخطط لهذا الشيء قبل حيت ديجا مصايب الفيزا هو والعائشه وولدو، وهذا الشيء دارو بلا خبار حتى شي واحد، بلا خبار مريم بلا خبار عائشه بلا خبار حتى شي واحد. وعائشه ما فهمت والو، بدات كتسول فيه شنو واقع. هو مبغاش يجاوبها، قال لها غتجمعي دابا حوايجك ومن بعد غنشرح لك كل شيء من الاول حتى الاخر. المهم فاروق وعائشه وولدهم غيشدوا الطريق لمدينه الدار البيضاء المطار محمد الخامس. ملي غادي يوصلوا غادي يبقاو يدخلوا من الجمارك، لكن هنا غيوقع واحد المشكل، غادي يرجعوهم وغيمنعوهم من السفر. علاش؟ لان ولدهم عمر ما عندوش الباسبور. هنايا فاروق تصدم وما عرف ما يدير، والوقت مداركو لانه خاصو يخرج من البلاد في اقرب وقت. وهنا غادي يتفكر بلي واحد الشقه عنده في الصخيرات ديجا كانت عنده وسادها. غادي يمشي للصخيرات ديك الليله، غادي يبات فيها حتى الصباح. في الصباح غادي يشوف واحد من تما من المعارف ديالو غيحاول انه يطلع عليه باسبور في داك النهار في العماله. يعني في داك النهار غيطلع باسبور ديال ولده عمر، وداك الشيء اللي غادي يكون. ولكن في موازاة هذا الشيء في مدينه فاس واحد المراه او واحد الجاره ديال مريم غادا تسمع الصوت ديالها في الدار كتغوت. ملي غتسمع الصوت ديالها كتغوت غتلقى مريم مغيبه وكتغوت. في ديك اللحظه غادا تتصل بعناصر الشرطه اللي غتحضر في الحال. ملي غادي يوصلوا غادي يلقاوها بدات كتفيق. مالك ما مالك؟ راجلي بغى يقتلني. شكون هو راجلي؟ فاروق السعيد. المهم زو على وجه السرعه المستعجلات باش يديروا لها غسل المعده. المهم من بعد ما غسلوا ليها المعده فاقت شويه، هنا غتجي عناصر الشرطه القضائيه غادا تستنطق مريم وغتقول لهم باللي راجلي فاروق حاول انه يقتلني بالسم. ولكن بعد هذا الشيء ما غاداش تقاوم وبالتالي غادا تموت مريم. وهنايا عناصر الشرطه غادا تصدر واحد المذكرات بحث في ذاك النهار على فاروق السعيد. رجعوا لفاروق السعيد اللي وجد الباسبور ديالو ديال ولده عمر. هنايا غادي يرجعوا عاوتاني للمطار وغادي يتسناو شي طائره اللي غادا تكون غادا لكندا باش هكا انهم يمشيو فيها. المهم داز من الجمارك، ولكن ملي غيوصلوا شرطه الحدود هنا غادي يشدوه لان لقاو عليه مذكرات بحث وطنيه باسم فاروق السعيد وهزوه وداوه لمفوضيات الشرطه. المهم خلال التحقيق فاروق كينقر بانه قتل الزوجه ديالو مريم، مع العلم ان نتائج التشريح الطبي بينت على ان هناك مواد سامه في المعده ديال مريم.
وهنا كانت واحد الاحتمالية كبيرة بأن فاروق هو اللي بغى يتخلص من الزوجة ديالو باش هكا يسافر مع الزوجة الثانية لكندا. والتحقيق خدام، كانت عائشة على برا وكتسمع، وتصدمات ملي سمعات أول مرة بأن فاروق راه الزوج ديال مريم وماشي الأخ ديالها. إذا هنا تصدمات وما عرفات ما دير. ما علينا، فاروق بقى كينكر، ورغم ذلك ما خداوش بالهضره ديالو لانه هو المتهم الوحيد وكل اصابع الاتهام موجهه ليه. مع العلم هنايا ان ديك مريم ملي فاقت من النعاس ديالها ما استحملاتش الغدر اللي دار لها فاروق، وكانت احتماليه كبيره بانها هي اللي دارت السم في كاسها وشربته باش هكا انها تغرق فاروق وما تخليش يعيش مع عائشه من بعدها. ما علينا. ملي خرج فاروق من التحقيق غادي يدخلوا يستجوبوا عائشه مرته، وكان واحد محقق ممتاز خرج من بعد ما حقق مع الزوجة ديالو عائشة، وغادي يكذب على فاروق، غادي يقول ليه بأن عائشة اعترفت بأنكم نتوما بجوج درتو السم للزوجة ديالكم مريم باش تخلصوا منها إلى آخره. المهم راه غتشدوا بجوج وولدكم عمر راه غنديو دار الأيتام. هنا فاروق ما غاديش يتقبل كيفاش عائشة غادا تقول هذا الشيء، وما بغاش ولده في نفس الوقت انه يديه دار الايتام. فما قدامه الا انه اعترف، واخا اعترف بان شي حاجه ما دارهاش، اهم حاجه انه يبرأ الزوجه ديالو عائشه لانه ولا كيبغيها بزاف، وما بغاش ولدهم عاوتاني يديوه دار الايتام. وغادي يعترف بانه هو الوحيد اللي دار السم للزوجه ديالو مريم وهو اللي قتلها. وبالتالي غيتم القبض عليه وغادي يتقدم للعداله وغيتم الحكم عليه بالاعدام. وكانت هذه القصة، وهنا كينطبق المثل اللي كيقول: من حفر حفرة لأخيه المسلم وقع فيها. وهذا الشيء اللي وقع لعائشة مسكينة. هي ملي تقترح عليها الزواج توكلات وفوضات أمرها لله عز وجل، وكانت النية ديالها صافية، ولكن هاد الزوج كانت نيتهم الغدر. وهذه هي النهاية ديال كل غدار وكل خائن. كنتمنى القصة تكون عجباتكم، وإلا عجبتكم بطبيعة الحال ما تنساوش تخليونا واحد جيم زوين تشجعونا به وتبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.